تعرف ان النوستالجيا هي الشعور اللي بياخدك لزمن بعيد بس مليان ذكريات. يمكن تكون بسيطة لكن صدقني هي محفورة في قلبك. صوت، أغنية، ريحة أكل، أو حتى صورة قديمة. كل حاجة بترجعك فجأة للحظات كان لها معنى مختلف. لكن ايه هي النوستالجيا وازاي نتعامل معاها؟ اعرف انها مش هروب، لكن تقدر تقول عليها استراحة. دي لحظة بتاخد فيها نفسك عشان تحس بدفى الذكريات، ومش معنى ان انت رجعت للماضي ان انت نسيت الحاضر او بتهرب من المستقبل. وافتكر ان الذكريات حلوة لكن مش مثالية. ساعات عقلنا وكتير قوي بيعمل كده، بيحاول يجمل الماضي علشان يحس ان هو عنده خبرة مختلفة عن غيره. وافتكر ان كل وقت كان ليه تحدياته طبقا لسنك ولظروفك، زي ما موجود في الحاضر بالظبط. فاعرف ان زمان هو السبب في اللي انت موجود فيه دلوقتي. فعشان كده عيش اللحظة اللي قدامك. النوستالجيا جميلة لكن حياتك قدام مش ورا. فخلي الذكرى دي مصدر طاقتك ودافع ليك في اللي جاي، مش مصدر يخليك تتعلق باللي فات. فما تخليش النوستالجيا تأثرك. شاركها مع اللي حواليك، اسمع أغنية بتحبها، شوف حاجة كانت بتفكرك بزمان، لكن افتكر إن اللي جاي أهم بكتير من اللي فات. كل لحظة أنت بتعيشها هي هتكون ذكرى لما تيجي تفتكرها بكرة. فدلوقتي هو نوستالجية المستقبل. فخلي حياتك النهاردة طريق يخليك تفتخر بكرة. والنوستالجيا الماضي مش دايما بيبقى حلو، ساعات بيبقى تروما وهتلاقي الفيديو بتاعها. ولكن افتكر ان دايما انت في ايدك تخلي الوحش حلو، المهم تغير منظورك. وخليك ممتن باللي فات. النوستالجيا دليل انك عشت حاجات تستحق تفتكرها. فقول للماضي شكرا، وابدأ ابني من دلوقتي حاجات تستحق تفتكرها بعد كده. وكونك بتفتكر اللي فات ده دليل ان حياتك مليانة مشاعر وقصص مهمة، وانك انسان طبيعي تفتكر، بس المهم تبني البعدين. ابراهيم وبكر لعبها كده. وانت بصيلي عايزنا نتكلم عن ايه في اللي جاي؟ وخليني اقول لك انك بكده اذا ما كنتش